شفتوا بيعلقوا ويقولوا ايه على تربية الامهات؟ شوف كده. شفت بوست كده بصراحة ومش استفزني، يعني ما عجبنيش، يعني فاهم. لقيت واحد بيقول لك الحريم، يعني ما يبقى طفل حريم واحدة ست مربياه ما بقاش نفس اللي ما بقى راجل ابوه مربيه. لا انا عايز اقول لك حاجة بس، يعني عن تجربة شخصية جدا. يعني انا ابويا متوفي وانا 7 سنين، يعني ما كنتش اعرف حاجة عن الدنيا، وكان عندي 5 اخوات. انا امي ربتني وعلمتني الرجوله، وخلتني اعيش في منطقتي راسي مرفوعه بسبب الواحده ست ربتني، فاهمني؟ يعني انا ممكن ست تعمل اللي ما يعملوش راجل، انسى. وممكن ست تبقى اجدع من اجدع راجل، فاهم؟ فالست مش عامل اساسي اللي هي ما تربيش، لا دي تربي. انا عندي امي بتعلمني اساسيات الرجوله، يعني تقول لي اعمل كده واعمل كده واعمل كده، لغايه ما دلوقتي احنا ما شاء الله يعني في جهتنا وفي منطقتنا الناس عارفه بتتعامل مع مين، وعارفه اه احنا ايه والرجوله ايه، وفاهم انت، فاهم قصدي؟ فمش شرط الست ما تعرفش تربي، لا الست ممكن تبقى اجدع من 100 راجل والله. محمد الفاتح اللي فتح القسطنطينية تركيا حاليا ربته امه، ونعم القائد. الامام الشافعي ربته امه وهو العالم الفقيه. الامام احمد بن حنبل ربته امه. الامام مالك وغيرهم كثير وكثير من قراء القرآن المشهورين ربتهم امهاتهم. الام مدرسة، اذا اصلحتها صنعت شعبا طيب الاعراق. ابعتها له.